السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن موضوع، يعني بما ان احنا في العيد واجواء المسرحيات، عن اهم مسرحين تقريبا، او يعني اهم ناس مسرحيه جم في العالم العربي وحققوا نجاح. هنتكلم عن مسرح عادل امام ومسرح محمد صبحي. محمد صبحي، يعني لو انت قارنت بين المسرح محمد صبحي ومسرح عادل امام، فمسرح محمد صبحي يتفوق على مسرح عادل امام، خاصة المسرحيات الأولى اللي هي عملها مع لينين الرملي. آه، ملتزم بطبع المسرح. محمد صبحي بيمثل مسرح جاد أو مسرح كوميدي بنفس الطريقة، بنفس الجدية. عمل هاملت زي ما عمل الهمجي، زي ما عمل وجهة نظر، زي ما عمل كارمن. المسرحيات بتاعته فيها موضوعات مباشرة، أو فيها موضوعات يعني المسرحية تدخل فيها هدف. عمل أدب عالمي، عمل كارمن فيها أدب عالمي. عمل أعاد مسرحيات قديمة زي سكة السلامة اللي كان عاملها توفيق الدين. عكس مسرح عادل امام. مسرح عادل امام، وانا هنا مش من يعني مش بقول مسرح عادل امام وحش، بالعكس انا بحب مسرح عادل امام جدا. بس يعني في وصف، يعني كنا بنقوله يعني زمان، ان الناس جايه تقعد يوم او تسهر ليله مع عادل امام. عادل امام طبعا كان محقق نجاح كبير جدا في السينما. النجاح دوت انطفى على المسرح. الناس عايزه تشوف عادل امام، الناس عايزه تروح تحضر عادل امام. فعشان كده هنلاقي ان عدد المسرحيات اللي عملها عادل امام قليله جدا. شاهد ما شافش حاجه، الواد سيد الشغال، الزعيم، مدرسه المشاغبين، بودي جارد. المسرحيات بتقعد فترات طويله جدا، نظرا لنجاحه، وان المسرحيات مستمره، وان الناس يعني مثلا كان عادل امام من الناس اللي بيجي لها سياحه من الخليج عشان يحضروا المسرحيه. كان اسمها سياحه مسرح عادل امام، يجي يحضر مسرحيه عادل امام ويسافر تاني. فكان ليه شعبيه كبيره جدا. مسرحياته، افضل مسرحيه عملها عادل امام من ناحيه الكتابه والاخراج طبعا شاهد ما شافش حاجه، وهي طبعا متاخده عن كاتب في جنوب افريقيا، وكاتب تقريبا واخد جوائز وهكذا. مسرحيه يعني تعتبر قصه معربه او قصه مش اصليه. آه، مسرحه زي ما احنا بنقول ان هو الناس جايه تسهر مع عادل امام. الاثنين ليهم جماهيريه كبيره جدا على المسرح. بس يعني محمد صبحي ما حققش النجاح اللي حققه عادل امام في السينما. وانصب مجهوده وحياته كلها على المسرح. محمد صبحي من الناس اللي هي يعني، لو انت بقى بتتكلم يعني في الفرق بينهم، محمد صبحي من الناس اللي هو دماغه او قراراته الفنية ضرته. يعني هو كان ممثل سينمائي ممكن يحقق نجاح كبير جدا، بس هو في لحظة ما انسحب من السينما. آه، مش عشان يركز في المسرح. ما بيحبش يشتغل مع ناس كتير. حصر نفسه في مخرجين معينين ومؤلفين معينين. مات المخرج بتاعه احمد بدر الدين اللي كان بيخرج له ونيس، بقى هو اللي بيخرج. مات المؤلف بتاعه بقى هو اللي بيألف، او اتخانق مع المؤلف بتاعه لنين الرملي بقى هو اللي بيألف. حصر نفسه في حتة ضيقة، مع انه هو لو كان ساب نفسه. يعني مثلا الفيلم اللي هو عامله الشيطانة التي احبتني، ده كان سمير سيف وكان لبلبة وكان يوسف داوود. ده جروب اساسا، جروب الفيلم تحس ان هو مكتوب اساسا لعادل امام، وهو انسحب عادل امام ودخل محمد صبحي. الفيلم ظريف، الفيلم ظريف جدا وفيلم كوميدي. محمد صبحي افلامه مش وحشه السينمائيه، هنا القاهره فيها فكره، فيها هدف. بس هو انسحب لانه هو مش حابب ان هو يشتغل مع مخرجين جداد، ما عندوش حته التنويع. انا فاكر ساعه المسلسل اللي هو بتاع كليوباترا، كان معروض يعمل عليه دور يوليوس قيصر، وانسحب في اخر لحظه، مع ان هو كان هيجيد الدور دوت. فهو محمد صبحي عنده حته الخوف من التجربه، وحابب ان هو يعمل كل حاجه بايده. فدوت برضه خلاه في حياته الفنيه يقل عن حياته الفنيه. انا دايما في مشهد انا ببرهن بيه على موهبه محمد صبحي، اللي هو مشهد في كارمن اللي هو بيضحك بنص وش وبيكشر بنص وش على المسرح. غير طبعا ان محمد صبحي على المسرح عنده اداء حركي فريد. يعني اللي هو الحركه بتاعت العصايه في مسرحيه كان عاملها مع جلال الشرقاوي، بينزل من فوق خالص من السقف بتاع المسرح. هو كان جسمانيا ولياقته عاليه جدا،
محمد صبحي تحس ان هو ممثل مسرحي ومخرج مسرحي كبير. فلو احنا هنتكلم مثلا، لو احنا ناس بتحب المسرح مع جمال وحلاوه والكوميديا اللي في مسرحيات عادل امام، وهي مسرحيات حلوه وخالده، ما عدا طبعا بودي جارد، ما اظنش ان هي هتعيش، بس اظن شاهد ما شافش حاجه هتعيش. الواد سيد شغال هتعيش، الزعيم هتعيش، مدرسه المشاغبين طبعا عايشه. هنقول ان مسرح عادل امام تجاري اكتر، مسرح محمد صبحي مسرح حقيقي، مسرح ينفع يبقى يتقدم على المسرح القومي او مسرح جاد حتى لو كان كوميدي. انا هنتظر اعرف منكم ايه رايكم، بتحبوا مين اكتر، مسرح محمد صبحي ولا مسرح عادل امام، وتحبوا نقارن المره الجايه بين مين ومين. شكرا لكم.